ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل ايه يا جماعه؟ الحواوشي الاسكندراني من اوله كده، من اول العجين. والنهارده الفيديو بعنوان الضرب. يا جماعه احنا ضربنا كله، يعني عجقنا العجين وعجقنا اللحمه، عملنا كله. بصوا انا كان عندي ده كيلو وربع دقيق. حطيت عليه معلقه ملح، وطبعا لا، هي كانت معلقه سكر ورشه ملح. وطبعا حطيت حبة البركة، بحبه بحبة البركة، وسمسم كمان. وكان عندي الخميرة دي انا حطها في الكوباية كده بمية دافية، ومعلقة سكر عشان كنت بختبرها، والحمد لله طلعت كويسة. وعندي بقى هنا لبن رايب اهو، ومعلقة سمنة فلاحي كده. ولميت العجينة كده في الطبق، يعني انا حاولت ان انا واحدة واحدة كده المها مع بعضها، وخدتها بقى ونزلت تحت في الارض وما ادراك. بصي بقى، اي حد مزهقك، اي حد مطلع عينك، اقعدي بقى عجيني واتفرجي، هتطلع معاكي احلى عجين بجد بجد يعني. ومعلش انا عايزاكم تعذروني على صوتي، هو دور ماشي بقى يا جماعه، وانتوا عارفين برد الصيف ده بيبقى صعب قوي. بصوا بقى، يعني انا الاول هنا كده على الرخامه بدات المها كده واحده واحده، ونزلت تحت وجبت بقى الصينيه الجرانيت دي حطيتها فيها لان الطبق كان صغير عليها. وجيت بقى للضرب الاخر بقى، ايه بقى؟ اللحمه. بصوا، عندي بصل مبشور، فلفل حراق، اللي هناك ده كان خضره، والبهارات بقى طبعا ال11 بهار، الملح، البابريكا والكركم والشطه والفلفل الاسمر والكمون. اي بهارات عندك عايز تحطيها بتحبيها على اللحمه حطيها. واضربي بقى ضربا مبرحا لحد ما تطلع العرق اللي فيها. تفضلي تضربي في اللحمه لحد ما تنعم معاكي. البصل طبعا ببشره عشان الولاد مش بيحبوا يشوفوه في اللحمه. الفلفل ده انا بسيبه للي حابب ان هو يبقى حراق، فبعمله له لوحده حراق. دي رشه دقيق. رشه دقيق ليه يا شباب؟ علشان خاطر تشرب لي اي سوائل نزلت في اللحمه من البصل او الخضره اللي انا كنت فرماها. والخضره كنت فرماها مع فلفل برضو يعني. ده شكل اللحمه، وانا كورتها بقى كده على عدد العجين اللي عندي. ويلا بقى ايه، العجينه اهو بسم الله ما شاء الله كان خمر. اديت له ضربه كده في النص كده بفضي الهواء، ولميته وبدات ان انا ايه، اقرص العجين. يعني جدتي الله يرحمها كانت تقول كده، نقرص العجين ونسيبه يرتاح شويه. فاخدتها بقى كده كوره كوره، واحده واحده كده. طبعا انا جبت صواني، عندي ما عنديش صواني كبيره، بس انا طلعت بره على السفره بقى، يعني بحب المطبخ عندي صغير شويه، فطلعت على السفره. الصينيه هي اترشيت فيها دقيق، وبدات ان انا بقى ايه اكور العجين كده اقرصه. انا خلصت يعتبر كل الكميه اللي عندي، وغطيته بقى كده ايه وسبته يرتاح. احنا في الحر مش بيغيب، يعني في الراحه مش بيغيب. وتبداي باول بقى كوره عملتيها، ويلا بقى يا جماعه بقى ايه نبطط العجين. بترشي تحتيه دقيق بقى كده، وتفردي واحده واحده معاكي. انا مبسوطه ان انا بحط عليه على فكره حبه البركه والسمسم، لان البهوات عندي الاطفال الحلوين احباب الله تعبني في الاكل. كل حاجه عندهم لا لا، يعني البصل يطلعوه ينقوه، والفلفل ينقوه، والطماطم ينقوه، يعني حتى البيتزا او الفطاير او كده ياخدوا بس كده. لو فطيره بالصدق ياخدوا الفطيره بالصدق بس. وحتى تخيلوا ان الجبنه الموتزاريلا والشيدر، يعني انا عارفه ان الاطفال كلها بتحب كده، لا احنا مش بنحب لا الجبنه الموتزاريلا ولا الشيدر. متعبين بصراحه في الاكل عندي. فلما دخلته كده في العجين، حبه البركه طبعا مفيده، والسمسم حلو. فبالنسبه لي بيبقى حلو ان انا اخبي لهم الحاجه كده ما ياخدوش بالهم. ويا رب ما ياخدوش بالهم من الفيديو ولا يسمعوا، عشان هم من متابعين القناه يعني. هم يعرفوا انا بعمل لهم ايه في الاكل من وراهم. طبعا انا بططت بقى كل الكميه اللي عندي بقى وفردتها كده على السفره. كل اللي عندي كله كده فردته بقى على السفره. وبرده غطيته يا جماعه برده يرتاح، عشان اما اجي بقى اخبز. ودخلت بقى على المطبخ بقى، برده بدات باول واحده. بصوا انا بفردها كده فيها اللحمه. بصوا اللحمه جميله ازاي. بفرد كده اللحمه في العجينه. انا بحب اعملها صواريخ يا جماعه، مش بحب اعمل اللحمه. يعني عيش باللحمه بيبقى اللي هو المدور، بحسه بيبقى صراحة بيزروت الدنيا حواليه كده. لكن العيش بالصواريخ، بصوا هو كل واحد بياخد النص بتاعه خلاص. على فكرة انا كمان من هواة ان انا احط عليها على غير الفلفل طماطم كمان، بس ما جاتش معايا بقى المرة دي صراحة. قلت لا مش هحط طماطم، اجربها بس كده. وساعات بحط لها موتزاريلا على الوش، وساعات جبنة شيدر.
يعني انا بحب ان انا العيش باللحمه اللي هو الحواوشي، ان كل واحد بيحب حاجه بعملها له بصراحه. يعني دي بقى الارغفه دي اللي انا كنت بحط فيها الفلفل الحراق، وبعد كده انا بعلمها بص وبقفل كده. ليه؟ ما انا احطها بقى على غطا بلاستيك عشان انا الف الغطا معايا، فاعرف اقفل الرغيف اللي هو الحواوشي، بيبقى جميل وسهل. دي كده على اي غطا عندك وتبداي تقفلي كده وتلفي معاكي، هيقفل معاكي سهل جدا، بدل ما تقعدي بقى تلفي كده. بصوا انا بلف اهو يروح قافل معايا سهل جدا. وطبعا بقى انا كنت خبزته في الفرن، بتعلي عليه النار جدا، نار عاليه، وتحطيه في الفرن وتخبزيه وبيبقى جميل. بصوا بعد ما بيطلع انا بحب ان انا اجيب طبق كده فيه، ماما حبيبتي ربنا يديها الصحه هي اللي معلماني الطريقه دي، ميه ومعلقتين 3 زيت على الوش، وبفرشه بقى كده وادهن العجين. يعني بعد ما بيطلع يعتبر زي ما في الفرن كده بيروح راشش عليه ميه بالبخاخه، لا انا بعمله بقى بميه وزيت، ويطلع بصوا بيبقى لونه احمر وجميل. طبعا دي كانت اول دفعه طلع لي من الفرن، الباقي كان في الفرن. هما بيحبوه سخن، فانا كنت اللي بطلعه لهم بياكلوه، والحمد لله. الف هنا وشفا على قلوبهم يا رب. ولحبايبي لو عجبكم الفيديو اتمنى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان تكبر بيكم يا حلوين. شكرا حبايبي، يا رب تكونوا بخير، مع السلامه.